بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي عشتو خياتي دايرين؟ إن شاء الله تكونوا بخير مهنين، ونقول لكم صحة فطوركم وصحة رمضانكم، وربي يتقبل منا ومنكم بصالح الأعمال إن شاء الله. قبل ما نشوفوا لا فيديو يا خياتي، دايما كالعادة والعوايد نصلوا ونسلموا على شفيعنا وحبيبنا يوم القيامة، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وديروا لي جام خياتي، ما تبخلوش عليا فضلا وليس امرا، باش لا فيديو يطلع وتشوفوا نسبه كبيره من المشاهدين. ونقول لكم اللي مش مشتركه اشتركي وفعلي زر الجرس حبيبتي باش يوصلك كل جديد من مطبخ وتدابير سلمى. واللي دخلوني جديد نقول لهم اهلا وسهلا بكم، ونورتوني ونورتوا قناتي. خياتي، كانت هذه الطاوله تاع اليوم الثالث تاع رمضان. كما وعدتكم دايما ان شاء الله تكون وصفاتي اقتصادية وراقية في المستوى. نحاول اني لا اكلف نفسي ولا زوجي ولا اياكم، نحاول دايما ندلكم يعني واش نقول لكم حوايج شابين راقين بدون تكلفة. دايما من البساطة نصنع الأناقة دائما حبيباتي. نحاولوا أن يعني كما تعرفوا واش نقول لكم، العين تاكل قبل الفم. دايما نحاولوا نديروا الديكور، نديروا حاجه شابه، ننوعوا، نديروا طابلتنا الله الله عليها بدون تبذير خياتي. كانت عندي هنا كوكا ما شاء الله، ولا بيتزا كوفير، ولا كيما حبيتوا تقولوا لها قولوا لها، يعني بابسط المكونات. درك تبعوا معايا لا فيديو حتى التالي وتشوفوها. كان معايا، كان هنا ثاني عندي طاجين الله نجاز كما يقولوا، طاجين شباب اقتصادي تقليدي تاع زمان الله الله عليه بلمسة عصرية ما شاء الله. كانت ديروا السيدة رزقي الله يذكر على خير، ربي يحفظها لنا، يعني تاع أيام زمان تعلمنا من عندها الشحال من حاجة. يا محلاها يا البنات، هذوك الأيام كون يرجعوا كي راحوا هذوك الأيام الحلوين، راح معاهم الناس الحلوين يعني. والله سبحان الله كانت أيام البركة، أيام واش نقول لكم، النية الصدق الجار للجار رحمة. درك سبحان الله العظيم. المهم خلونا هنا نبداو بالطاجين تاعنا. هنا رميت درت له بصله كيما شفتوا، زوج طراف دجاج صغيرين، تقدروا ديروا الطرف صغير، تقدروا ما ديروش كامل، ديروا غير مرقه بالحميصه تاعكم ونستغنوا عليه، نديروا الفرماج فقط. قليت درت مريقه بيضاء، بعد ما طاب الدجاج تاعي نحيته ودرت الحمص. انا كيما علمتكم دائما الحميصه تاعي نطيبها الزبده ونديرها بالفريجيدير، كي ننساها ما نخافش يعني نكون مطمئنة. نحيت البطاطا تاعي صفيتها، درستها مليح مليح، مرستها، زدت لها التوابل، زدت لها الحرور، زدت لها الشاوش. وملاحظة هنا لازم ديروها في الفريجيدير على الأقل ساعة ونص، لازم تشد روحها مليح مليح. وجبنا الدجاج تاعنا فتتناه، زدنا له مرصو تاع فرماج، خلطناهم مع بعض وجبناهم. انا كي تبرد البطاطا تاعكم مليح مليح خياتي، لازم تشد راسها مليح باش نقدروا يعني نشكلوها. نجيبوا البطاطا كيما كان نفتحوها في الوسط، نحطوا في وسطها كميه من الفرماج والدجاج. قلت لكم طبق اقتصادي هايل، طبق البعويده كيما يقولوا له. هنا حاولت نشكل يعني حبه بعويد قدر المستطاع تاعي. هنا شوفوا خياتي، لا شتوها تلصق في يديكم، استعينوا بالفارينه، ما ديروش الماء بالك وديروا الماء، ديروا الفارينه. تقدروا تحطوا كامل الحبه تاعكم في الفارينه وتشكلوا كيما هكا. بعد ما تكملوها تعاودوا ترمدوها في الفارينه مليح مليح، تفوتوها في البيض خياتي وتفوتوها في لاشابليغ، وتعاودوا تحطوها في الثلاجه مده واحد نص ساعه على خياتي، يعني باش كي نقلوها تبقى محافظه على الشكل تاعها. ماناش نحوسوا عليها الشكل تاعها يخسر لنا، نحوسوا عليها تحافظ على الشكل تاع كي نحطوها الصح. وهنا ملاحظه خياتي، كي تقلوها ما تحطوهاش على القاع تاعها من تحت، تحطوا حبه تاع البعويده تاعكم على الجنب تاعها باش ما تطرطق لكمش الحبه. تسمعوا مليح واش راني نقول، باش ما تطرطقش الحبه ما تحطوهاش على القاع تاعها، ما تحطوها للجنب. وهذاك اللي شدوه الدنجال شويتو درتو شلاضه. وهنا نصنعوا البيتزا كوفرت تاعنا. عندي كاس حليب بياض بيضه مغيرفة وهو شوية خمارة تاع قاطو، ربع كاس تاع زيت، ملح، ونخلط كلش مع بعض، مغيرفة تاع خل، ونطم بالفارينة كيما كنتم تشوفوا. مقاديرها هايلين وبسيطين، وتجي مقرمشة مورقة، تجي رائعة بواحد الحشو لذيذ واش نقول لكم، واقتصادي خياتي يعني في متناول الجميع. قلت لكم صدقوني خياتي نحاول ندير المجهود تاعي نجيب لكم وصفات اقتصادية لهذا رمضان إن شاء الله، لأنه شهر الرحمة والتوبة والغفران، مش شهر الزوخ والفوخ وكولو طيش. أنا قلت لكم شتو المقادير تاعها،
طميتها ما نخليهاش تريح. هنا واش نجيب المايزينة ونجيب الزبدة خياتي نذوبها، نحلها نطليها بالزبدة، نحلها بالمايزينة خياتي. شوفوا راكم تشوفوا يعني الصورة راهي واضحة. وطوها كيما راني نطوي فيها وطبقوها وغطوها بكيس بلاستيكي وحطوها في الكونجيلاتور خياتي. لا صنعتوها الصباح حطوها تحت في الفريجدير تاعكم، ولا صنعتوها العشية وكنتو غصبانين من الأحسن تحطوها في الكونجيلاتور. هنا الحشو تاعنا واش عندنا؟ عندي بصلة، عندي زرندية، عندي نص حبيبة طوماطيش ولي صابع. نقلي كلش مع بعض، كي نقليه نزيدو ربع مغيرفة طوماطيش تاع قوط. يعني قلت لكم حشو اقتصادي فوق ما تصوروا. ونخليه يبرد. وهنا بعد ما تجمد العجينة تاعي علاه نديروها تجمد خيتي باش كي نصنعوها هذيك الزبدة ما تذوبناش. وهنا عندي شوية حشوة على جهة فقط، دجاج وفرماج كان زايد لي من اللي حشيت به المرة اللي فاتت، هذا كرول وبطاطا. كاين واحد من وليداتي بسلامته قلت لكم ما ياكلش تكتوكه يعيفها، ندلو دايما حويجة على جهة. أنا جبت كوكا تاعي حليتها هنا بالفرينة، للأمانة ما حليتهاش بالمايزينة كما حليتها قبل بالمايزينة. ديك المايزينة راح نزيد لها واحد التوريق خياتي يجي ما شاء الله. حلوها بالمايزينة وردوا لي بالخبر. وشتو ما محتى الزبدة ما داتليش بزاف. هنا نحل الطبقة الأولى ونديرها في السنيد تاعي، نرش طبعا السنيد تاعي كامل بالفرينة ونفرش لافاقس تاعي ونعاود نحل الطبقة الزوجة ونديرها من الفوق. وشوفوا نغلق كامل، غلقوها بالفرشيطة، غلقوها بالموس، دخلوا الفوقانية تحت التحتانية كامل وضغطوا بصبعتكم حبيبتي. ومن بعد تيك تجيبوا صفار بيضة عفوا وشي حليب، اطلوا كامل الخبزة تاع الكوكا تاعكم، شبحوها باش تحبوا. انا زوقتها بالزيتون والطرشي، انتم اللي كاين عندكم سانوج واش نقول لكم زيتون اللي كاينه. وطلي الخبزه تاعك بصفار البيض من فوق وقسميها غير هكا بالموس، يعني موريها بالموس فقط، وديريها خيتي في الكوشه طيب من تحت ومن فوق. وكان هذا هو المنيو تاعي تاع اليوم والكسور تاعي تاع اليوم. ربي يدوم علينا النعمه. واش نقول لكم حبيبتي، ان شاء الله تكونوا ديتوا افكار، ما تبخلوش عليا بلي جام. ربي يحفظكم وصحه فطوركم وتهلاو لي في روحتكم.